وخالهم وذويهم وذويها. وناشد محمد بن سلمان بتكوين لجنة تقصي حقائق، وما ادعيته إذا كان مو صحيح فإني علي العقوبة، وإذا كان ما ادعيته صحيح أبغى حقي ومعاقبة الأيدي الطائلة في محكمة ضبع. وهذه بطاقتي العسكرية، وأنا لا ولاء ولا طاعة ولا بيعة حتى رفع الظلم عني. أو خذوا بطايقكم وجوازاتكم وأعيش في أي دولة. والسلام عليكم. الآن مهدد بإطلاق النار علي في حالة عدم فتح الباب، وفهمت مدير الشرطة والضباط اللي معه والفرقة بأني ليس عاصي، سوف أسلم نفسي في حالة استجابة المطالبي. أنا طلبت من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجنة تقصي حقائق، وإذا بغوني أنا أطلع بالشكل هذا، أموت في بيتي، أطلع جنازة، يأخذوني جنايز من بيوتنا، ولا نروح للمظالم، وروحي وحياتي في ولاة الأمر